السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. فيديو النهاردة هعمل فيه الفول، هدمسه في البيت بطريقة سهلة جدا وبطعم جميل ما شاء الله. هتبقى الطريقة سهلة جدا وهتعمله في البيت، كفاية ان انت عاملاه في البيت نظيف وآمن من ان انت بتشتريه من برا. ادي الفول، هي كمية الفول اللي انا هدمسها. كنت نقعاها من امبارح، من قبلها بيوم، بتقعد 24 ساعة في النقع. تمام، انا هعمل فول هدمسه في الحلة، عشان لو ما عندكيش دماسة او حاجة تعرفي تدمسيه وتعملي الفول في البيت بمنتهى السهولة، ما عنديش اي مشكلة ان شاء الله. تمام، نقعته لمدة 24 ساعة، نقعته الصبح وتاني يوم الصبح بدأت اعمله. بتغير المية كل 6 ساعات ولا حاجة. وادي شوية معلقتين بالظبط عدس اصفر، غسلتهم ونزلتهم فيه. تمام، وكمان هحط له معلقتين رز ابيض. ادي الرز غسلته وصفيته من المية ونزلته برضو على الفول. اهم حاجة في نقع الفول، انا بنقعه 24 ساعة ولازم اغيره المية عشان المية تبقى نظيفة فيه. بغيره المية كل 6 ساعات 5 ساعات. تمام، بضيف ايه كمان كمان على الفول. كان عندي جزراية، قطعتها قطعتها 4 تربع كده وحطيتها، ومعلقة سكر. دي بتخلي الفول يستوي بسرعة، ما تقلقيش من معلقة السكر دي، مش هتسكر الفول ولا حاجة ولا تغير طعمه، هيبقى زي ما هو، بس هو هتخلي السوا بتاعه يبقى بسرعة. انا جايبة فول بلدي بتبقى قشرته تخينة شوية، لازم يتنقع زي ما قلت قبليها ب24 ساعة. تحطي معلقة السكر دي، والمعلقة الخطيرة اللي أنا هحطها دي شوية ملح ليمون على طرف المعلقة كده. الملح الليمون هيسهل لي التسوية، وهيخلي الفول معايا مكرمل وطعمه حلو قوي ولونه فاتح وجميل. بدل لو انت ما عندكيش الملح الليمون، ممكن تعصري ليمونة بس من غير ما تنزلي البذر بتاعها. تمام، ما تحطيش القشر عشان ما يمررش. بس كده، حطيت الفول والرز والعدس والجزر ومعلقة السكر ورشة ملح الليمون في حلة كبيرة واسعة، ومليتها مية كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا مزودلهاش مية خالص. احطها على النار، هتستوي قد ايه شيماء على النار؟ هتقعد ساعتين على النار. اخليها ساعتين على النار. اخليها اول حاجة هي كده غلت، وبعد ما بتغلي انا ما بسيبش النار عليها عالية، بوطي النار عليها على الاخر، بخلي النار شعراية زي الشمعة بالظبط، كأني مولعاه تحت شمعة. تاخد وتغلي مع نفسها الساعتين دول. تاخد من ساعتين لساعتين ونص السوا بتاع الفول، وبيطلع مكرمل وجميل جدا، وحاجة منتهى الجمال والسهولة ما شاء الله. هتستغني عن الفول بتاع الشارع وتعملي الحاجة عندك في البيت. كفاية ان انت عاملة شوية الفول هتسحروا بيهم في البيت، حاجة كده منتهى الجمال. بصوا يا بنات، هو كده استوى ما شاء الله اللهم بارك. بصوا القوام بتاع المية، الرز والعدس هيعمل اللون الفاتح، والرز هيعمل لك قوام للمية، ما تبقاش المية بتاعت الفول خفيفة زي بالظبط الفول بتاع المطاعم. بصوا بقى، انا هحط شوية كده. بص الفول مكرمل ما شاء الله، حاجة كده اللهم بارك. حاجة كده سهلة وما شاء الله بسيطة. هتعملي وتدمسي الفول في رمضان، واعملي الكمية اللي انت عاوزاها، اعملي كيلو. بس خدي بالك، جيبي حلة كبيرة لما تكوني هتعمليه في حلة، علشان الكمية هتزيد، لأن الفول بيشرب مية وبيزيد، والرز والعدس هيشربوا مية وهيزيدوا برضو. أنا عاوزاها تغلي وتستوي مع نفسها. ما زودتلهاش مية، أنا زودت مية على الفول بزيادة، يعني بحيث إن هو الفول يشرب المية. ولو انت اضطريتي انك تزودي مية، لازم تبقى تزودي المية مغلية. انا هرست كده الفول كده مكرمل وجميل ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله. أحلى شوية فول على السحور، وألف هنا إن شاء الله. كان زبدة زبدة يا بنات، والله مستوي كويس جدا. أنا جايباه فول بلدي، بيبقى أطعم وأحلى 100 مرة.
حاجة كده ما شاء الله، لازم تجربوه في البيت. بصوا، ما شاء الله لونه فاتح وجميل، وادي شوية طحينة. يا سلام، ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله. ومستوي كويس ولونه فاتح، وطعمه أحلى من بره بكتير ما شاء الله. بصوا يا بنات، الفولة نفسها مستوية حلو جدا. أسهل فول ممكن تعملوه على السحور، وتغنيك ان انتي تشتري من بره. وبعد كده انا استنيت لما الفول هدي خالص، عايزة تعبيه في برطمانات ازاز وتحطيه في التلاجة. ممكن تعملي كده، بس بتبقي معقمة البرطمان كويس جدا، وتعبي في الحاجة، وألف هنا.